السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده بقى هنعمل مع بعض عصير جامد جدا. بس قبل اي حاجه، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نصلي على النبي يا جماعه عشان ربنا يكرمنا. طول ما انت قاعده صلي على النبي واستغفري الله كده. طول ما انت قاعده حتى لو مخنوقه او متضايقه هتلاقي ربنا فك ضيقتك وخنقتك، وهتلاقي نفسك كده مرتاحه ومطمنه. تمام؟ لو متضايقه او مخنوقه هتلاقي ربنا فك ضيقتك وخنقتك. بس اهم حاجه تتقربي من ربنا كتير وتصلي وتقري في المصحف كتير، هتلاقي ربنا كرمك ان شاء الله. تمام. يلا انزلي بقى اعملي لاختك ايه بقى؟ زي ما بقول لك كل يوم اعملي لي لايك واشتركي في قناتي. لو لسه ما اشتركتيش في القناه دوسي في تحت الفيديو بتاعي كلمه بالاحمر، دوسي عليه يبقى انت كده اشتركتي في القناه بتاعتنا، وهنكبر العيله بتاعتنا بيكم ان شاء الله. عايزه العيله بتاعتي تكبر، يعني بصي بقى حاجه كده ما شاء الله بيكم انتوا. تمام. شجعوني بقى بلايكات كتير جدا، واعملوا شير للفيديوهات بتاعتي عشان اكبر عدد من الناس يشوفوها. تمام. والحاجه باذن الله والوصفات اللي انا بنزلها ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. يلا تعالوا بقى نسمي الله ونشوف هنعمل النهارده ايه. النهارده طبعا احنا في موسم الجوافه، فاحنا النهارده هنعمل مع بعض الجوافه، عصير الجوافه. وازاي ما يسودش معاكي، يقعد في التلاجة يومين وثلاثة وما يسودش معاكي. ممكن يوصل لاسبوع وما يسودش معاكي، تشيليها وتخزنيها وما تسودش معاكي. هقولك كل ده دلوقتي حالا. خليكي معايا، لا تروحي كده ولا كده، ثانيه وراجعلك تاني. رجعتلك تاني اهوت. معايا الجوافه بتاعتي. تمام. تعالي بقى استنى اوريكي حاجه. بس ايه معانا؟ احنا هنعمل طبعا زي ما قلت لكم عصير. معايا الشفشق او الدورق بتاع الخلاط. هنمسك بقى الايه الجوافيه بتاعتنا، نسمي الله، نشيل اللي فوق واللي تحت. تمام. هنقطعها. انا مش هشيل البذر منها، اهم حاجه ما تشيليش البذر. تعالى بقى نحط كده طبق هنا، ما نشيلش البذر منها. ليه بقى؟ عشان البذر فيه فيتامينات كويسه جدا جدا جدا. بسم الله. هنقطعها كده اهو. الجوافه يعني فيتامين سي يا جماعه، لازم تدوها لاولادكم بالحليب او اللبن. زي في البلاد بره بيقولوا عليه حليب، احنا بنقول لبن. تمام. هنقطع الجوافه بتاعتنا ببذرها. تمام. طب لو انت عايزه تخزني الجوافه هتخزنيها ازاي؟ هعملك فيديو بيها باذن الله، وهقولك هنخزنها مع بعض ازاي. تمام يا وزيتي انت وهي. يلا يا وز اعملي لاختك بقى، يلا اللايكات وفرحيني. اخدنا كده الجوافه بتاعتنا، ادي الجوافه. يلا يا جوافه خلصي اهو. نقطع فوق وتحت اهو، فوق وتحت. تمام. خلاص. لا لسه ناقص واحده كمان نحطها وخلاص. نضرب مع بعض بقى ايه شويه عصير ملهمش حل اهو. تمام. نجيب بقى اللبن بتاعنا. بسم الله اهو. اللبن او الحليب اهو. تمام اهو. شايفين؟ عايزه تعملي تخلي الدسم عادي براحتك. بسم الله. حطينا اللبن، مش شايفين اللبن؟ حطينا اللبن بتاعنا. هنحط برضه السكر بتاعنا. السكر حسب ما انت بتحبي الحاجه تكون مسكره. تمام. عايزه تعملي عامله دايت وبتعملي بقى عايزه تحطي سكر دايت حطي، عايزه تحلي بالعسل الابيض حلي براحتك. طب ما انت عامله عصير عادي، يعني مش حاجه يعني ان انت تطلعي بيها فيديو والكلام ده كله. لا بصي بقى، احنا بقى انا طالعه لك فيديو ليه؟ عشان بقول لك هحط لك فيه مكون تاني هحطه على الجوافه علشان الجوافه ما تسودش مننا. ايه هو المكون التاني؟ المكون التاني هو ربع كوبايه من الليمون او الحامض. تمام. ربع كوبايه من الليمون او الحامض. طب ايه ده انت تحط لنا ليمون على الجوافه؟ طب ما ايه ده؟ قلت لا، الليمون دوت هيخليها ما تسودش معاكي، هتقعد بالثلاث 4 ايام في التلاجة ومش بتسود. تمام اهو. بسم الله. ربع
تمام. ربع كوبايه من الليمون او الحامض. تمام. اروح اضرب بقى العصير بتاعي وارجع لكم تاني، هضربه واصفيه وارجع لكم تاني. استنوني، لا تروحوا كده ولا كده، بس شجعوني باللايكات الكتير واعملوا شير كتير كتير للفيديوهات بتاعتي، وفرحوني كده باللايكات الكتيره، واشتركي في القناه لو لسه ما اشتركتيش في قناتي، وفعلي لي الجرس على الكل عشان يوصل لك كل جديد. استنيني اهو. بعد ما ضربت بقى العصير بتاعي اهو زي ما انتم شايفين، صفيته ونبعد الكوبايات دي شويه اهو. بصوا شكله عامل ازاي، والله ابيض زي الحليب بالظبط. تمام تمام اهو. بصوا هيفضل بقى بلونه ده لمده 3 4 ايام في التلاجة، مش هيغير لونه. طب ما هو الليمون هيغير طعمه؟ لا لا، مفيش الكلام ده خالص، مش هغير طعمه ولا اي حاجه، ولا هتحسي اصلا ان فيه ليمون اساسا. بسم الله. بص اللون، شايفه الشكل الجميل. بصي تحفه تحفه تحفه، طعمها روعه. اهم حاجه ما تشيليش البذر منها، اضربيها بالبذر بتاعها عشان البذر ده هو اللي فيه الفيتامينات. تمام اهو. شفتوا لونها عامل ازاي؟ شايفين ابيض ازاي؟ شفتوها بقى عامله ازاي اهو. ايه رايكم؟ نحط استنى، نحط الدورق معاها اهو. ايه رايكم؟ تمام تمام. جربوها وان شاء الله ان شاء الله هتعجبكم. انت بقى عايزه تخزني الفراوله فراوله ايه معلش، عايزه تخزني الجوافه، هطلع لك ان شاء الله في فيديو باذن الله اليومين الجايين دول، هقول لك ازاي تخزنيها، وبرضك ما تسودش منك في الفريزر وانت شايلاها. في مكون برضو بنحطه عليها عشان ما تسودش برضو في الفريزر. تمام. اعملوا لي بقى لو الفيديو النهارده عجبكم، اعملوا لي لايك واشتركوا في قناتي وفعلوا لي الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم واكون ضيفه خفيفه على قلبكم. ولو عايزيني اعمل فيديوهات تانية اكتبوا لي في التعليقات اللي انتوا عايزينه ايه وانا هعمله لكم. تمام اهو. بصوا لونها عامل زي اللبن بالظبط، عامل زي الحليب بالظبط. هتقعد كده لمده 3 ايام او 4 ايام في التلاجة، مش هتغمق ولا هتسود ولا هيحصل لها اي حاجه. تمام. يلا شيروا الفيديو بتاعي بقى ولايكات كتير كتير. لو لسه ما اشتركتيش في القناه، في كلمه بالاحمر تحت دوسي عليها، يبقى انت كده اشتركتي في القناه بتاعتنا واتضميتي للعيله بتاعتنا الكبيره، تكبري لي بقى عيلتي. تمام. يلا اشتركوا لي بقى في القناه وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد، ولايكات كتير عشان اعمل لكم فيديوهات تانية اكتر. يلا استنوني.